ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل معاكم ان شاء الله عاشوراء. تقريبا يعني على ما اعتقد كده مش كل الشعب المصري او مش كل الناس عارفه يعني ايه عاشوراء او بليله. تمام. هم احنا معظم المصريين عارفين البليله اللي هي بتتشرب كده. عاشوراء ناس قليله قوي اللي بيبقوا عارفينها. فان شاء الله هعملها معاكم بطريقه جديده وفيها تكات هتعجبكم باذن الرحمن. ما تنسونيش بس في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ويلا هنبتدي مع بعض نشوف هنبتدي نعمل ايه. عندي هنا كوبايتين بديله بنفس المعيار ده، نفس الكوبايه دي. ماشي، هنعملها بطريقه جديده وان شاء الله هتعجبكم باذن الرحمن. تعالوا نحط انا هنا معايا كوبايتين بديله هحطهم في الحله عشان اغسلهم. وعندي نص كوبايه رز اهي، نص كوبايه رز. تمام، هحطها مع البليله. انا هنا خلاص غسلتها. انا عايزه اقول لكم البليله قبل ما تجيبوها اللي هو القمح قبل ما تحطوه في الميه وقبل ما تغسلوه نقوه، بيبقى فيه زلط، بيبقى فيه اي حاجه، نقوها كويس. وبعد كده فتمسكوها تنقوها كويس قوي عشان لو في زلط، لو في اي حاجه بيبقى في ساعات زلط بلون الحبايه بتاعت البليه نفسها، بلون القمحيه نفسها. تمسكوها تنقوها وبعد كده تمسكيها بقى ايه، تهزيها في المصفى. ماشي، لاي حاجه، لاي شوايب فيها ولا اي حاجه. وبعد كده تمسكيها تغسليها مره واثنين وثلاثه لغايه ما تبقى الميه رايقه معاكي كده. فانا خلاص حطيتها هنا اهي في الحله. هسيبها لما تستوي مع بعضها. كل اللي انا هعمله انا اغطيها بس. خلاص كده هي تقلت معايا. انا ما زودتش الا نص معلقه نشا بس على حبه لبن صغننين، يعني يعتبر اخدت مني كيلو ونص لبن، هنقول كيلو ونص لبن. تمام. على كيلين بليله ونص كوبايه رز. ممكن تعملي ربع كوبايه رز مع كوبايه بليله، هتاخد اقل من كده. هنزل بقى باخر حاجه الفانيليا. الفانيليا ما بحبش احط اللي هي السايله علشان خاطر ما تخليش، مع ان والله انا ما بشوفش فيها لون، بس بيقولك بتغير لونها، بتخلي اللون مش غامق شويه او كده. ما علينا، يعني انا حطيت فانيليا باودر زي ما هما بيقولوا. عندي ممكن تحط السايله بتبقى ريحتها اقوى كمان. انا كده خلاص خلصتها، هطفي بقى عليها ونغرفها بقى في الاطباق ونشوفها بعد ما نغرف. خلاص يا حبايبي انا كده زينتها معاكم. استنيت لما هديت. بعد ما حبيتها في الاطباق، طبعا لميت اطباق كل البيت كلها. ده الكميه دي انا عاملاها في 3 اطباق تانيين اهمت لوحديهم. انا دلوقتي حطيت عليها التزيين ده يرجع لكم انتم. انا حاطه زبيب على سوداني مجروش على جزء. تمام، جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، وعقبال كل سنه يا رب. ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.